في الفيديو ده هوريكم ازاي برتب التسريحه بتاعتي، وكمان ازاي برتب المنتجات بتاعه العيد في الدرج، وازاي التسريحه بتاعتنا ما تتكركبش بسرعه. هوريكم جوله في الاكسسوارات وازاي نغسل الفرش والبيوتي بلندرز وحاجات تانية كتير. اول حاجه شلت كل المنتجات من على التسريحه، لاني انا اكتر حاجه بكرهها ان الحاجات تكون متلخبطه، حاجات الشعر جنب حاجات البشره وحاجات الجسم. فانا ما بحبش كده خالص، اللي هو مثلا انا ببقى عايزه حاجه معينه بلاقي الحاجه كلها مع بعض فبتشتت. فبرضه اقول لكم على حل في الفيديو ده، بس خلونا الاول نبتدي بمنظم الاكسسوارات. ده احسن منظم انا جبته الاكسسوارات، والاكسسوارات بتاعتي ما بتتكركبش خالص، سهل في الفك والتركيب. فانا يعني عادي لما بكون عايزه بقى ان انا انضفه ببتدي ان انا افكه كده، وبعدين اغسله وارجع تاني انظم الاكسسوارات فيه. فشلت الاكسسوارات على جنب علشان اروح اغسله. طبعا اكيد بيكون فيه تراب مثلا، ميك اب اكيد فيه في التسريحه مثلا، مره واحنا بنعمل جه عليه اي ميك اب او اي حاجه، فلازم دايما ان احنا ننضفه على الاقل من التراب. فعادي بميه ومسحوق او اي شاور جل، اي صابون عامه عندكم. وبدات بقى ان انا اعمله بليفه كده ناعمه، يعني حاجه بسيطه برضو علشان ما يتجرحش او كده، احنا بس بنشيل التراب من عليه. وبعد كده بقى مسحت التسريحه بتاعتي علشان ابتدي ان انا احط اول حاجه عليها وهي المنظم. فانا هبتدي ان انا اعيد تركيبه. طبعا انتوا تقدروا ان انتوا تركبوه كله تاني وتفتحوا بقى الادراج وتبتدوا ان انتوا ترصوا فيها، بس انا حبيت ان انا يعني ارصه وانا بركبه. احنا اول حاجة خالص القطعة اللي تحت دي هي الاساس بتاعه، وبنبتدي بقى ان احنا نحط المجرى بتاع الدرج مع الشريطة دي. اتمنى تكونوا فاهميني بجد علشان الدرج يعرف يتفتح. وبعد كده بقى ابتديت ان انا ارص في الدرج ده السلاسل، ده هيكون الدرج اللي تحت. وقلت بقى كمان اديكوا جولة كده في الاكسسوارات الخرز اللي عندنا، لان ناس كتيرة طلبت مننا كده. فاحنا عندنا يعني تشكيلة عسولة جدا، وكلهم الوان كده وحلوين. طبعا يعني الاكسسوارات الخرز مود، والاكسسوارات بقى الذهبي والفضي وكده مود تاني، فكل حاجة وليها وقتها يعني. وفي كمان السلاسل دي، وكنا شاريين بقى طبعا حبة سلاسل كده من فيديو مشتريات العيد، اكيد شفتوهم. اول حاجة السلسلة اللي هي بتاعة الكريس دي خرز، هبتدي برضو ان انا افتحها واحطها. طبعا متعة بقى واحنا بنفتح كده الحاجة وبنحطها حاجة العيد. وتاني حاجة برضو سلسلة كده لونها بيبي بلو فيها ابيض، برضو هحطها في الدرج ده، درج للسلاسل بس. وبرضو جبت سلسلة كريس تانية بس لونها بينك بس. وبعدين برضو في السلسلة بتاعة الفراشة دي، سلسلة عسولة جدا كده وصغنونة، بس في نفس الوقت شكلها حلو، يعني هي حلاوتها كده في رقتها وبساطتها. وفي بقى السلسلة اللي هي بتكون 3 طبقات على بعض دي، حلوة قوي، يعني شكلها مش اوفر خالص في اللبس، بالعكس شكلها حلو جدا. فانا عجباني، وعجبني كمان الهلالات اللي عليها دي، يعني حاجة جديدة ان يكون في سلسلة عليها هلال. وبرضو كان عندنا منها الفضي دي، بس دي كانت عندنا يعني اوريدي، برضو بتكون 3 طبقات كده، تلبس بقى على حاجات سادة يعني. وبعد كده بركب الجزء التاني من الدرج، وبركب برضو الدرج واتأكد ان هو يعني بيمشي في الخط ده علشان الدرج يتفتح ويتقفل معايا بسهولة. ودلوقتي بقى الحلقان، برضو بوريكم جولة كده في الحلقان. طبعا الحلق المدور الفضي ده عندنا كلنا تقريبا. وفي حاجات انا يعني بحب احتفظ بيها لمجرد ان انا احتفظ بيها، يعني انا بحبها وبتفكرني كده بالذكريات فبحتفظ بيها. وبرضو عندي حلقان لولي وحلقان كده من الاشكال دي، يعني في منها كتير قوي، معرفش اشتريت كل دول امتى. وفي كمان في الدرج ده بحط خواتم، والخواتم اللي هي العقلة اللي لونها اسود دي، ودي خواتم فيه ذهبي وفيه نحاسي، وفي ده بقى كده ذهبي وفيه فصوص وكده. الخاتم ده انا بحبه قوي وحطيته برضو في الدرج. فكده بقى ده بقى درج الخواتم والحلقان. كنا جايبين الحلق ده جديد بتاع العيد، فحطيته بقى هنا كده مع اخوه. والحلق الاكليريك ده بجد يا جماعه، الحلقان اكليريك حلوه قوي وخفيفه قوي على الودن، يعني خفيفه كده في اللبس، وتحسوا ان انتوا كانكم مش لابسين حلق. للناس اللي بتحس مثلا الحلق تقيل على ودنها او ان هو هيبقى تقيل او كده، لا الحلقان الاكليريك خفيفه جدا، فده جميل قوي. ولقيت ان انا جايبه حلقان من دولت وانا كان عندي، فقلت اسيبهم كده في العلبه بتاعتهم لما احتاجهم يعني. الدرج اللي فوق بقى بيكون درج الانسيالات او اي حاجه بتتلبس في الايد عموما. فطبعا ايه كانت شاريه بتاع 6 انسيالات، فدول لوحدهم اساسا خدوا الدرج كله. فاول انسيال اللي انت شفتوه ده، وده بقى عليه فراشه كده كيوت قوي، هو كله ساده كده وعليه فراشه لونها ابيض، فجميل قوي برضو وينفع مع كذا حاجه. وفي برضو الانسيال ده لونه كده ازرق زهري ومعاه ذهبي، وفي الاسورتين دولت ذهبي ونحاسي. وفي كمان الاسوره العسوله دي عليها ورده كده وكيوت قوي. وفي الثلاث انسيالات اللي هما مع بعض دولت هفتحهم. ده اول واحد، شكله كده حلو قوي، ويعني في حاجة مختلفة عنهم. وده سادة وده برضو سادة، فدول تقدروا تلبسوهم، يعني تلبسوا 2 مع بعض، مثلا حاجة سادة وحاجة فيها يعني شغل. ودي برضو كانت اسورة فضي حطيتها، ودي بقى اسورات من الخرز، يعني دول برضو ليهم مود كده ودول ليهم مود. والانسيال ده برضو انا بحبه قوي.
عشان فيه كده حركات كيوت، وبرده كام انسيال كمان. وده بقى انا بحبه برضو قوي، مع ان هو بتاع ايه، بس انا بحبه وبلبسه عادي مش لازم ان هو عليه حرف الايه يبقى ايه بس اللي تلبسه، انا برضو بلبسه يا جماعه. دلوقتي خلاص حطيت اخر قطعه من المنظم كده، خلاص المنظم بتاعنا اكتمل. ودلوقتي بقى هوريكم ازاي برتب التسريحه نفسها وازاي برتب المنتجات دي. احسن حاجه تقدروا ترتبوا بيها التسريحه بتاعتكم. اول حاجه خلونا نتكلم عن العلب دي. هي اولا هي بلاستيك، فبيكون وزنها خفيف جدا، وفي نفس الوقت يا جماعه بتاخد حاجات كتيره قوي قوي. هوريكم دلوقتي انا بعمل بيها ايه. العلبه الصغيره دي انا بستخدمها للبيوتي بلندرز، والمنظم ده انا بستخدمه بقى في كذا حاجه، ممكن ميك اب، سكين كير، فرش، اي حاجه. فاحنا كنا جايبين حاجات للعيد، اكيد شفتوها في فيديو مشتريات العيد. طبعا كان عندي بديل الزيت بتاع ايفا وخلص، وجبنا غيره يا جماعه لان هو بجد تحفه. ما تنسوش بقى ان انتوا قبل ما تحطوا اي منتج من عندكم على التسريحه تمسحوه، بالذات لو زيت باي ملمع زجاج عادي، تمسحوه علشان كده يكون شكله حلو وبيلمع. انا عملت العلبه دي كلها لمنتجات الشعر، بس انتوا تقدروا تقسموها التقسيمه اللي تعجبكم يعني. انا حبيت ان انا هنا احط الزيوت ومنتجات الشعر. فدي كده كانت اول علبه عندنا. فايدة العلب دي بقى ان هي بتسهل عليا. خلاص انا مثلا عايزه احط زيوت على شعري، الزيوت كلها متجمعه هنا في العلبه دي. وكمان الزيوت لما بتتحط على التسريحه ممكن تسيب بقى بقعه زيت على التسريحه، على الازاز بتاع التسريحه او كده. انما هنا في العلبه بتاعتها بتكون محطوطه، فبتفضل التسريحه نظيفه لوقت طويل. وهنا بقى حطيت حاجات الجسم في المنظم التاني. واحنا بنحط في المنظمات اللي على التسريحه الحاجات اللي بنستخدمها باستمرار، يعني الحاجات اليوميه، والباقي بقى الحاجات بنحطها في الدرج عادي، الحاجات اللي مش بنستخدمها كل يوم. ودلوقتي بقى عايزه اغسل البيوتي بلندرز والفرش، لان يا جماعه بجد كلهم بيكون عليهم ميك اب واحنا ما بنكونش شايفينه. الفرش الميك اب من اكتر الحاجات اللي ممكن تنقل حبوب وبكتيريا للوش لو ما اتغسلتش يعني باستمرار. فانا اقول لكم عن طريقه غسل ليها، طريقه سهله جدا. انا عايزه على ايدي بحط اي صابون، يعني مثلا صابون بنغسل بيه ايدينا لو بيكون سائل ده، او شاور جل، وببتدي بقى ان انا ابل الفرشه وامشيها كده على ايدي، بتطلع كل الميك اب. طبعا لو عندكم اي اداه ان انتوا بتغسلوا بيها الفرش اوكي براحتكم، بس انا بالنسبه لي الطريقه دي حلوه جدا. بكرر الخطوه دي مرتين والفرشه بجد بتكون نظيفه جدا جدا، خلاص لحد ما الرغوه بيكون لونها ابيض. فبغسلها بقى، وبعدين بعمل كده الحركه دي عشان اصفيها من الميه، وبعدين بقى بسيبها على اي فوطه علشان تنشف. كده الفرشه بتاعتي بقت نظيفه جدا. على الاقل اغسلوا الفرش بتاعتكم مره في الاسبوع، يعني انا اكيد مش بغسلها عشان العيد بس قلت بقى بالمره يعني اغسلها. وبرده البيوتي بلندرز نفس الطريقه، لازم نبلهم كويس، وبعدين بقى بنحط عليهم برده شاور جل او اي صابون عامه، وبرده بقعد اغسل فيها لحد ما تنزل كل الميك اب اللي فيها، واغسلها مره واغسلها التانية وبس خلاص. فانا عملت بقى كده في كل الفرش والبيوتي بلندرز، وبجد يا جماعه بيخلي شكلهم بصوا كده بيلمعوا. فدلوقتي بقى هبتدي ان انا ارص الفرش في المنظم بتاعها. انا بحطهم هنا كده في اللي هو اكبر مكان في المنظم. وبرده كنا جايبين فرش كده للحواجب، فانا هاخد منهم 2 بس، وهشيل الباقي دلوقتي في الدرج، يعني كل فترة كده نطلع 2. وبعد كده بقى حطيت الليب جلوس، وحطيت برضو الروج ده كان من كارت، احنا برضو كنا جايبينه عشان العيد. وده برضو ليب جلوس تاني كان عندنا بس ده ليه لون. وحطيت هنا بقى المرطبات بتاعت الشفايف كلها، لونا واماندا وكير اند مور. وده مرطب اسمه موندو، ايه جابته لبشرتها علشان هي ايه بشرتها جافه. وانا المرطب بتاعي ميلانسينول جل ده للبشره الدهنيه. حطيت السان سكرين وحطيت السيرم برضو من ديسار. وده كليندسول محلول للحبوب، يعني لما بيطلع لنا كده حبايه على فجأة بنحط عليه من المحلول ده وبينشف الحبايه. وده كده فازلين صغنون من كير اند مور بريحه جوز الهند بس كده. فانا حطيت الحاجات دي كده كلها، شايفين بجد يا جماعه الحاجات دي صغيره قد ايه، فممكن تتنطور على التسريحه. يعني احنا دايما لما بنيجي نجيب حاجه وما نرجعهاش مكانها، بص ده بيبقى منظر التسريحه. اما كده خلاص بيكون بقى كل حاجه محفوظ مكانها. خلاص انا خدت السبلاش من هنا برجعه هنا، خدت بديل الزيت من هنا برجعه هنا. فدي احسن حاجه في المنظمات دي. دلوقتي بقى المنظم الصغير ده هحط فيه البيوتي بلندرز. طبعا يعني بلاش تسيبوهم على التسريحه على طول، لان التسريحه ممكن يكون عليها تراب او كده، فاحسن تحطوهم في علبه ليهم. وكنا جايبين السفنجات دي علشان الباودر، برضو حلوين قوي، حطيتهم مع البيوتي بلندرز لان هما نفس الوظيفه يعني، حطيتهم كده جنبهم. ودلوقتي بقى الكوبايه دي، او هي مش زي كوبايه، هي اقصر شويه من الكوبايه، هي جايه على سبت اكتر، تحسوها سبت غسيل كده بس على صغير. المهم دي بنحط فيها اي حاجه مش عارفين نوقفها على التسريحه، زي مثلا الاقلام، المسكره كده، فلو وقفوا على التسريحه هيقعوا كل شويه.
وكمان بقى حطيت فيها كل الحاجات اللي ليها علاقة بالضوافر، المقص بتاع الضوافر والقصافات، وكمان المبرد بتاع الضوافر. ده كنت جايباه جديد برضو، فتحته وحطيته. فدي احلى بقى حاجة، يعني ان هي بتلم كده حاجات كتيرة قوي وفي نفس الوقت بتفضل ثابتة. وبرضو بقى حطيت حاجات بره على التسريحة لان دي بنستخدمها بشكل يومي. فعادي حطيت بقى الديودرنت والفازلين بتاع الشفايف، والمية الورد دي برضو حطيتها بره كده لان هي كانت كبيرة قوي فما كانش ليها مكان في المنظمات. وده بقى شكل التسريحة النهائي، وعايزة اقول لكم هي شكلها منظم جدا، والنظام بتاعها ده هيدوم وقت طويل جدا، لان انتوا مثلا بتجيبوا السبلاش من العلبة اللي لونها بينك هترجعوه تاني في العلبة اللي لونها بينك، غير لما ما يكونش التسريحة عليها منظمات هتقعدوا كل شوية تحطوا الحاجة في حتة. كمان وانتوا نازلين هتبقوا حافظين بقى خلاص اماكن الحاجة، مثلا عايزة بديل الزيت هجيبه من هنا على طول بسرعة، عايزة الميك اب هجيبه من هنا على طول بسرعة، لان انتوا هتكونوا حافظين مكان حاجتكم. فبجد يا جماعة الترتيب ده حلو قوي قوي، واكتر ترتيب عملي للتسريحة. الحاجة الوحيدة اللي بنرتب التسريحة عشانها هي التراب، ان احنا نمسح المنتجات ونمسح التسريحة نمسح المنظمات. اما لو ما كانش فيه تراب كانت التسريحة هتقعد كده خلاص لطول العمر. دلوقتي بقى هرص الدرج اللي فيه حاجة العيد. فحطيت اول حاجة بس الحاجات بتاعتنا عادي، الاي شادو وفي اي شادو تاني وبلاشر حطيتهم عادي على جنب، وحطيت برضو بقية الميك اب على جنب. جبت كمان المنظم ده بقى علشان هنبتدي ان احنا نحط فيه المانيكير. المانيكير بالذات لازم تعملوا له علبه كده في الدرج، ما ينفعش ان انتوا تسيبوه في الدرج كده لانه هيفضل كل ما تهزوا الدرج هو كمان هيتهز معاه وممكن يكركب الدرج كله اساسا، او ممكن كمان حاجات تتكسر او كده، فانتوا احسن حاجه تحطوه في علبه. ودي بقى الماسكات بتاعه العيد، وفي برضو ماسك للشفايف هحطهم بقى على جنب، في سكراب القهوه وجل الصبار، وحطينا كمان شيت ماسك. ودي صابونة ستارفل انا عندي منها بس بحب ان انا اجيب منها زيادة واشيلها على جنب. وكمان في الماسك ده بتاع ستاركي، ودي الباودر بتاعه ماسك الطمي برضو بحطها هنا. انا عامه بحب احط في الدرج الحاجات اللي احنا يعني مش هنستخدمها كل يوم، يعني مثلا ماسك كل اسبوع كل اسبوعين، فيعني مش بنستخدمه كل يوم، بحب احط على التسريحه الحاجات اليوميه بس. وفي برضو الكيوت دي بيكون حاجة كده فيها سائل، وبعدين بتلبسوها على عينيكوا بعد ما بتحطوها في التلاجة علشان تبقى ساقعة كده على عينيكوا، فتقلل بقى اي انتفاخات في العين او ما يكونش شكلكم مرهق. وفجأة قررت ان انا اغير طريقة ترتيب المانيكير في العلبة بتاعته، قررت ان انا احطه احسن كده علشان اشوف الالوان. وحطيت بقى بقية الفرش اللي انا خدت منها 2 بس للتسريحة، وحطيت وايبس، وده بقى شكل الدرج. وده كان فيديو النهاردة، لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وبس. باي.